جوا جوا يما يمي ايوه يا باسم اديني جايه. عايز اتغدى يا عايز تتغدى؟ حاضر يا حبيبتي من عينيا الاثنين، اجهز لك الغدا. ما تعوجيش يا. ها الحمد لله على السلامة يا جميل. كنت فين يا بيه؟ كنت بره على القهوه يا ابوي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. على القهوة. يلا عمرك فكرت قلت ابويا كبر ولازم اساعده؟ عمرك فكرت ان المصاريف زادت وانا مش هقدر عليها لوحدي؟ مش عارف يا ابوي مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ يعني ايه مش عارف؟ في ايه بس يا اخوي؟ في ايه؟ اسكت خالص انت. هدي نفسك، مش كل يوم نفس برضه تقول اسكت خالص، اسكت خالص. ما تزعلش يا ولد، ابوك ما يقصدش يا حاجه. حبيبي يبقى في وريد بس ولا اربط لك لسانك. اها سيبيني عارف الدنيا ماشيه ازاي يا حبيبي. طب اختك الصغيره سيبك مني انا، اختك الصغيره دي مش عندها مصاريف وعندها جواز؟ وهما الاثنين لو انا حصل لي حاجه مين هياخد باله منها؟ انا يا ابويا اكيد انا اللي هاخد بالي يعني. طيب عملت حاجه عشان تاخد بالك منهم؟ ايه عملت حاجه وما عملتش حاجه يا ابويا؟ انا ما عملت كل حاجه اللي اقدر اعملها. يا اخويا مصفقات ناس يا ولي اسكت خالص، مفيش فايده فيك ايه؟ سيبيني افهم الدنيا ماشيه ازاي. يا ابويا انا عملت كل حاجه، مصفقات ناس لو قدمت فيه، تعيينات وقدمت فيه، اروح امسك فيهم. يا ولدي مش لازم وظيفه حكومي، مش لازم يا حبيبي. مش لازم وظيفه حكومي ليه؟ يعني اروح اشتغل دكتور ولا محامي يعني؟ يا ولد اتعلم لك صنعه، اشتغل نجار، اشتغل سباك. صنعه؟ يا ابويا انت بتتكلم بعقل، انت ما تتكلم ازاي؟ صنعه ايه؟ انت عايز انا يعني مثلا اروح اشيل انا مثلا رمله وزلط ولا اشتغل في محاره؟ الشغل مش عيب يا حبيبي. لا يا ابويا ما اقدرش انا اعمل كده ابدا، ما اقدرش. وانا ما اقدرش. ما بلاش يا رتيبة، ما بلاش. فيه يا رتيبة؟ فيه كل يوم كده عاملين لكم زعلان عليه على الصبح؟ ما فيش يا اخويا، قلت كلمتين وراحوا لحالهم خلاص. فيه يا ابو زيد؟ ايه اللي حصل تاني؟ الراجل يا اخويا اللي جارنا ده. لا يا ابو زيد يا مر زمانك، انت ما قلتش لامك يا. في ايه يا اخويا؟ جاي سخن ليه على الواد كده؟ هو ما قالكيش ولا ايه؟ ما قلتلهاش يا بطل. مال؟ مش عارفه ماله؟ ماله يا اخويا؟ الحيله بيعكس بنات الناس. حقيقي؟ ايوه يا اخويا، ولدك كبر وبيجي بيعرف يعاكس وخلاص. ده انت المفروض تفرح له وتشجعه، ما يعاكس براحته. مبسوطه يعني انت كده؟ ايوه يا اخويا مبسوطه، وبعدين ما تعملش هزعلنا على الفاضي. هروح اعمل لكم شيشه تستاهل المعلمين اللي قاعدين. افرح لولدك يا راجل، افرح له. يا ابويا بسرعه عشان الراجل ده عقار مجازي. حاضر يا اخويا حاضر. الله يعكر مزاجك. كيف يا ابو زيت الموبايل ده؟ حاجه كده ولا في الخيال. اجربه يابا اجربه. تجرب ايه ياد؟ طب انت جايبه ليه ده يابا؟ اسكت يا ابو زيد، اصلك انا داخل على شغل تقيل. اشيله معاك يابا؟ تشيل ايه يا ابو زيد؟ اما هو شايل نفسه وحديه، هو كانت الضحك سهل. احلى شيشه للمعلمين. تعيش يا ام خليك. ايه ده يا محروس؟ ده بسكويت يا رتيب. بسكويت ايه يا محروس؟ ده بسكويت؟ ايوه بسكويت بس محشي. محشي ايه يا راجل؟ هو في حاجه اسمها وريني يا رتيب. موبايل يا رتيبه وريني. موبايل؟ يعني ايه موبايل يا راجل؟ موبايل يعني تلفون. طب فين الفيشه بتاعته؟ فيشه؟ صح في الفيشه. هو الراجل عطاهولي كده. يبقى ضحك عليك يا موقوف. ضحك عليه. المهم ده تلفون يا بنتي يا رتيبه، عشان داخل على شغل تقيل. شكله كده وقت فيه لقمة عيش كبيرة قوي يا بنتي يا رتيبة، بس انت ادعيلي. ده عيالك يا اخويا، ده عيالك. ما بلاش يا رتيبة، بلاش. ايه الراجل ده؟ مش عايز ندعي الولد ده انت راجل نحس. خفي يا رتيبة، الراجل عظمته كبرت. احط لك حته تحبيشه يابا. تحبيشه؟ يعني ايه تحبيشه يا ابو زيد؟ بانجو. بيت هنا فيه بانجو، بيت هنا فيه حشيش ومخدرات، بيت هنا فيه بانجو.
احمدك يا رب. اقعد يا ابو زيد. قلبي يابا. سلامة قلبك يا واد يا ابو زيد. يعني دي جزات برضك. اخد انا حته الحشيشه من الواد الساعه اللي بنقعد عند القهوه عنده واداله قلت اشرب انا وابوي. اصيل يا واد يا ابو زيد، اصيل وطالع لامك. يا دي ما فيهاش نوم. ما انت مش هتحس بالنار يا. خد شد يا شد. اسم الله يا ولد، ما يهمكش بكره تاخد عليه. ده انت وليه مفتريه يا وليه. يا وليه فيه ام في الدنيا تشجع عائلتها على الحاجات دي. ايوه يا اخوي، عايزاه يكبر ويبقى راجل ومال وهدومه ويعتمد على نفسه. ده الحيله يا محروس، الحيله. ربنا يخليهولك يا رتيبه. اللي ما قلتليش يا محروس، ايه الشغلانه الجديده اللي انت قلت عليها دي؟ اقول لك يا رتيبه، بس حسك عينك الكلام ده يطلع لحد. يا راجل ده انا ساترك وبطارك. ما انا عارفكم يا حريم، قاعد الجنازه كده ولا كده تطلع كل اللي جواك. لا يا اخويا اصطبر. قول لي بدل. اقول لك يا رتيبه، انا داخل على شغل تاجيل قوي. داخل هشتغل في الاثار. ايه اثار؟ اثار يعني؟ بس هي تفضحيني طهيعة يعني ايه اثار؟ ياما الاثار دي اثار فرعونيه يعني تجيب ملايين. ملايين؟ طب خلاص يا اخويا، اتكل على الله. اتكل على الله. ايوه. اسكت يا رتيبه، الشغلانه دي خطر قوي. يا اخويا ولا خطر ولا حاجه، سيبها على الله وهي تسلك. سيبها على الله وهي تسلك. هتسلك يا رتيب، هتسلك. ما بلاش يا رتيب، ما بلاش. بس يا راجل انت، هو في ايه؟ ده ايه النحس دوت؟ الراجل ده من ساعه ما عرفته ما بلاش. بقول لك ايه، سيبك من ابوك. هي ايه الفرعونيه ديات ولا التماثيل ولا اللي بتقولوا عليها ايه دي؟ يعني ياما دي ناس ماتت من زمان قوي، حوالي كده 150 سنه. كم ولدك مظبوط يا رتيبه، ناصح يا واد يا ابو زيد. يحرسك لشبابك يا ولد، والله وصبرت ونلت يا رتيبه، واد زي الفل فاهم في كل حاجه. بخريه يا رتيب، قومي بخريه. هبخره يا اخويا، ومال ده الحيله يا محروس، الحيله. اللي قول لي يا ولد، هي الناس دي قديمه كده زي جدك؟ يا ولية جد مين؟ يا ولية عم نقول لك الفراعنة ناس ماتت من زمان قوي. ياما انت مش بتشوفها على التلفزيون، الاهرامات وابو الهول، الناس اللي ماتت كده دي من زمان قوي. اهرامات وابو الهول؟ ده احنا كده هيبقى عندنا ملايين. ايوه ياما، امال ايه؟ طب ما نبيع لهم الاهرامات يا محروس. طب ما نبيع لهم الاهرامات يا محروس، كانت بتاعت ابويا الاهرامات دي علشان معانا. عندك حق، هو ابوك ده لو كان معاه شويه اهرامات كده ولا شويه ابو الهول ولا شويه اثار، مش كان يبقى عندنا دلوقتي ملايين ونلاقي حاجه نبيعها؟ يا سلام ياما، لو الواحد كان عند ابويا شويه اهرامات ولا شويه ابو الهول، وان الواحد كان يعيش في قصور ويركب عربيات. يا سلام يا ولاد. كتير يا رب ابو زيد ورتيبه، خدهم يا رب. لما تقول عليها يا عاد شاب متعلم وزي الورد وخريج كليه اداب وشغل الاسمنت والطوب صنع تاني لما تقول عليها يا عادل. اسمنت وطوب؟ ليه يا ابويا عايزني انا اشتغل في الاسمنت والرمله واشيل على كتف رمله واطلع؟ لا يا ابويا ما اقدرش ابدا. وانا كمان ما اقدرش. ما تقدرش؟ تقصد ايه يعني يا ابويا؟ يعني ما اقدرش اعلم شخص زيك كده. لا يا ولد، ابوك ما يقصدش حاجه، مش قصد الكلام ده. لا اقصد. لا يا ما يقصد. ماشي يا ابويا، وانا هريح مني خالص. ريحني يا شيخ، ما تروح ما يا شيخ انا زيكم كل يوم. سلام. سلام.